بصي يا حنين، شويه حاجات كده عايزه اقولها لك عشان ما تعجبنيش. لما يجي عندنا ضيوف ما تمسكيش التليفون وتقعدي في وسط الناس. الناس دول مش بيجوا لنا كل يوم. هو ايه مره في الشهر؟ ولا مره في الشهر، ده مره كل فين وفين يعني. فعيب قوي 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 انك تمسكي التليفون وتقعدي في وسط الناس. اولا الناس جايه عشانك، مش جايه عشان سيادتك تمسكي لها التليفون. مش انت مش مهمه، انت مش محور الكون يعني عشان تمسكي التليفون وانت قاعده في وسط الناس. ده عيب، مش حلو. والمفروض ان انت مش قاعده عامله لنا كده وخلاص، لا بتتكلمي مع الناس. يا خالك اللي جه ازيك يا خاله، عامل ايه يا خاله، طنط عامله ايه. لو كانت طنط ما جاتش طبعا، لو طنط جت تضحكي وتهزري معاها وشك يبقى بشوش. تقومي كده بكل نشاط، كوبايتين عصير، كوبايتين شاي. شاي ايه في الحر ده؟ ما تعمليش شاي، اعملي عصير. ولو طلبوا شاي؟ لا اله الا الله، اعملي لهم شاي برضه. لا هتعملوا عصير. المهم اللي انا مجهزاه في المطبخ تطلعيه، فاكهه، كيكه، شاي، اي حاجه. ماشي. وتبقي حلوه كده، مش قاعده برطه في قلب القعده وخلاص. قاعده لنا ماسكه التليفون وقاعده. ليه يا ماما ليه؟ ما فيش، ده كده عيب. عيب، ده انا بعتبرها. انا لما بروح عند حد والاقي ابنه ولا بنته ماسك التليفون وقاعد كده بتغاظ، ببقى عايزه اخد التليفون احدفه في وشه. والله ما بيعجبنيش. ما هو التليفون في وشه، تحدفيه في وشه ليه يا امي؟ اصل عيب يا بنتي. اللي رايح ضيف عند حد رايح عشان يقعد معاه، يتكلم معاه، يسلم عليه، يعني ياخد ويدي معاه في الكلام. ما بالك بقى ماسك تليفونه ومش مدي اللي قدامه اهميه، يبقى ده حد يروح له تاني؟ لا ده يبقى انت كده بتقولي للناس ايه؟ ما تجوش عندنا تاني. انما الناس لما بتلاقي ترحيب وازيك يا فلان وعامل ايه يا فلان وظروفك ايه يعني بتخلي البني ادم يحب يجيلك مره واثنين وثلاثه. وطبعا اكرام الضيف بقى ما اقولكيش. اكرام الضيف واجب. ايوه يا اختي اسم الله عليك. احنا بقى ايه؟ نكرم الضيف. نكرم الضيف. اكرام الضيف ده مش اكل، ده مقابله كمان. يعني انت لما تقابلي الناس كويس، الناس تجيلك مره واثنين وتسال عليك ويحبوك. قابلتيهم وحش، يا عم انا مش رايح، ده مقابلتهم وحشه. ده الواحد لما بيروح عندهم بيحس نفسه كده مش قرفانين منه او ما بيكلموهوش. لا، ده نرحب بالناس ونقدم واجب الضيافه. ايه اللي انت بتنيليه ده؟ بشيل البذر. بتشيليه بتحطيه في طب اعصري وانت قاعده. يلا خلي قلب ماما يلا، وانا بوصيكي كده تعصري يعني. انت حبيبتي والله. سيبي ده واعصري. بذرة. اعصري بس. فهمتي يا حنين؟ عايزه اقول لك ايه؟ الناس برضو فهمت، فاحنا بنعلمها وبنأهلها اهو عشان برضو تبقى عارفه ان الناس لما بتروح عند ضيوف عند حد بتحب تتقابل حلو. زي ما بتحبوا تقابلوا الناس تقابلكم في بيوتها، انتوا كمان تقابلوا الناس. ما ينفعش امسك تليفوني ابدا ابدا وحد عندي ضيف. ما ينفعش ما اديش اهتمام للضيف. لا، ده انا اسمع له وكل كلمه ارد عليها. ده ضيفي، واكرام الضيف وصى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام.